بأسيست زيزو ورأسية الجزيري الزمالك بيحافظ على الأمل في البطولة لحد ماتش العودة. ماتش يشيله جوميز رقم 1 مفيش كلام، يعني احنا اتكلمنا وقلنا والدنيا كلها قالت اننا نبدأ بنداي مكان شلبي وهو مكانه وعشان يقفل مع فتوح لان اقوى حاجة عندهم الاطراف. قمت انت عامل ايه بقى؟ بادئ بسامسون لاجل حنيكة، بس سامسون اللي طوله ما يجيش 150 سنتي بنلعب بيه قصاد فرقة اغلبها اطوال، لا وكمان بيلعبوا على العرضيات، فانت كده ناقص واحد في كل الكور الثابته اللي عليك اللي هي نقطه قوتهم اصلا. ده غير انه مش جناح ولا جسمه ينفع يبقى جناح ويرجع يدافع على الخط، فبالتالي كشفت فتوح اللي ما جاش المغرب اصلا، فاضطريت تنقل زيزو قدام فتوح يمكن يقفل، ونقلت سامسون الناحيه الثانيه قدام عمر. فايه اللي حصل بقى بالظبط؟ كشفت جبهه عمر. يعني كل حاجه في الملعب بتقول لك ان بدايتك بسامسون غلط وانه مش مناسب في المكان ده ولا الماتش، لكن انت العند سايقك للاسف ومصمم على حاجات مش هتوصلك لحاجه. تشكيل غلط، بدايه زي الزفت كلفتنا 2-0 في الشوط الاول، لولا ستر ربنا وكرمه بهدف الجزيري كان موقفنا في البطوله بقى اصعب وكانت البطوله ضاعت من هناك. بس في حاجات تاني مش بتاعه المدرب برضو، زي ايه؟ فتوح اللي المفروض من ال3-4 لعيبه اللي بنتسند عليهم قدم اوسخ اداء انا شفته ليه من وقت ما اتصعد. كل كوره غلط وعمال يتكفي على وشه ويدي الكره للاعيبه بركان ويعمل فاولات بمنتهى السهوله، الفاولات اللي حذرنا منها لانها اقوى حاجه عندهم. لكن فتوح ولا هو هنا. حسام عبد المجيد اللي الواد لبسه بيلم بمنتهى السهوله، يعني الواد اول ما الحكم صفر بدايه الماتش عمال يروح ويقع يروح ويقع، فانت تفهم انه عايز يلبسك بيلن وحكم الفار قاعد مستني، تقوم انت بمنتهى السذاجه تلبس البيلن وحكم الفار ما يكدبش خبر ويستدعي الحكم اللي بيرجع يحسبها في اول 10 دقايق 1-0 وتخلينا نبدا باوسخ بدايه ممكن نبداها. ده غير عواد اللي بيجري تحت العارضه بس، يعني البلد كلها عارفه ان هيتلعب عليك عرضيات كتير في الماتش ده، فانت اكيد المفروض تكون اتدربت عليها وجاهز ومحضر ليها كمان، لكن زي ما انت واقف تحت الجون مش عايز تتحرك. وحتى دي في كرة الهدف التاني عملتها غلط وجريت وانت لازق في الخط وما خدتش خطوة، فالكرة دخلت مع انها ما كانتش صعبة، كان ممكن تمسكها ولا حتى تطلعها بالبوكس، لكن ازاي انا واقف تحت العارضة وبس. وحتى البيلن اللي انت مميز فيه جه فيك بمنتهى السهولة لانك طرت بدري قوي لانك مش مركز في الماتش اصلا. ده غير انك المفروض محضر وعارف ان لو جه بيلن مين هيشوطه وطريقته ايه عشان تعرف تتعامل معاه ازاي، لكن حتى المذاكرة بره الملعب ما عملتهاش. ليه ماسك في عواد كل ده؟ لان الماتشات دي ماتشات حارس، ولو الحارس مركز يقدر يشيلك لحد ما تفوق وترجع، لكن احنا بسم الله ما شاء الله عندنا 2 حراس اي فرقة تروح عليهم بيسجلوا فيهم على طول. اخطاء وعند من المدرب وتوهان وتوتر واحيانا خوف من اللعيبة خسرنا الشوط الاول 2-0 لحد ما بدأنا الشوط الثاني بأفضل بداية ممكنة، ومن أول هجمة في أول دقيقة في الشوط باص حلو من شحاتة لزيزو اللي بيلف الأوفر دوا والجزيري يركب والأول للزمالك 2-1. وفي بداية الشوط الثاني على طول هدف لو قعدنا نقول مهم ازاي مش هنعرف. يكفي أقولك إن الهدف ده بإذن الله ممكن يكون هدف البطولة، هدف نقلك من 3-0 على أرضك ل1-0 وإن شاء الله البطولة تبقى بتاعتك. بعد الهدف الزمالك بقى أفضل، واقف على رجله أحسن والدنيا ابتدت تمشي والبدني بتاع بركان وقع، فده ساعدنا إن يكون شكلنا أحسن لحد ما جوميز قرر إنه يصلح الغلط اللي بدأ بيه، يخرج سامسون وينزل نداي، ولكن يفاجئنا إنه ناحية عمر مكان زيزو اللي نقله الناحية التانية، ولما لقاها مش ظابطة قام مرجع زيزو مكانه وودى نداي الناحية التانية. طب ليه الحنيكة من أول؟ ما ينفعش ينزل مكانه وخلاص؟ لا ازاي؟ لازم اجرب واشوف، واحنا في نهائي قاري بره ارضنا كمان، ولكن ربنا ستر والحمد لله انها خلصت 2-1. نيجي بقى للتحكيم وبالاخص حكم الفار اللي كل شويه يتعاين للنهضه وقلنا انه مش تمام، قاعد مستني اي حاجه لنهضه بركان عشان يستدعي الحكم، واللعيبه نازله وعارفه. الواد نزل ضرب غطسين في اول 3 دقايق بس لحد ما جت كورة حسام عبد المجيد، شافها واستدعى الحكم
ولكن ما شافش الكوع اللي خده شحاتة ولا استدعى الحكم يشوفها، بس بمنتهى الوساخة وقلة الضمير زي ما كنا متوقعين وحذرنا والإدارة نزلت بيان. لكن لقجع جامد قوي يا جدعان. ماتش جيد من بعض اللاعبين زي دونجا اللي كان واقف على رجله النهارده وماسك نص الملعب، وفي عز ما اللعيبه كانت خايفه وبتهرب من الكوره كان حاططها هو تحت رجله وبيحاول ينقلنا. عاش يا دونجا، وكويس انك خرجت قبل ما تاخد الانذار التاني لان احنا محتاجينك قوي في ماتش العوده. شحاتة طبعا مش محتاج اقول انا بحب شحاتة قد ايه ومقتنع بيه، لكن اظن بعد ما كل الناس شافته النهارده ان ده نص ملعب تقيل يستحق ياخد الفرصه ويكمل، وان احنا مش بس كده، لا ده يتبني عليه كمان ان شاء الله. شخصيه، قوه، رجوله، اداء في الملعب، وما تحسوش ابدا لا خايف ولا تايه. كمل يا شحاتة، لان ان شاء الله باذن الله هتكون لعيب مهم قوي لينا والمنتخب مصر. المسلوسي وعمر جابر. المسلوسي ده ابو الرجوله، وعمر جابر بيعيش افضل فتره ليه من ساعه ما لعب كوره اصلا. الاتنين اللي كانوا شايلين الخط الخلفي كله لوحده على كتفهم، في حين ان التلاتة التانيين عمالين يغرقونا بس. زيزو الملك، حبيب قلبي وقلبكم، ابو الرجوله اللي في عز ما تكون الدنيا كلها خربانه هو اللي يحل لك الدنيا، هو اللي يعمل لك كل حاجه. الطلقه والبندقيه، الملك احمد السيد زيزو. الجزيري اللي مكمل من يوم ماتش الاهلي، مكمل في تركيزه، في ادائه الكويس، وانه بيثبت ان الماتشات دي هي ماتشاته، دايما بيبقى اداؤه قوي فيها وبيظهر، حتى وان كان مش كل الماتش بيبقى كويس، ولكن هي لقطه خلص لك فيها الدنيا وجاب لك الجون اللي ان شاء الله باذن الله يحل لك كتير ويساعدك في ماتش العوده. طبعا ماتش ما كانش كويس من باقي اللعيبه، ولكن الثلاثي اللي اتكلمنا عليه، عواد، فتوح، حسام عبد المجيد، اللي كانوا هيودونا في داهيه ويغرقونا، وادوا اوسخ اداء ممكن يأدي لعيب في فاينل. وطبعا مش محتاج اقول لك ان جوميز ما كانش هنا النهارده، لا بدأ صح ولا غير صح ولا كان عايش الماتش ولا محضر له اصلا. ده غير تغيير الدونجا بناصر منسي اللي في الاخر دي، تغييره تبين ان الراجل تايه وما كانش موجود النهارده اصلا في المغرب. اخيرا فريق بركان فريق مش صعب، بل على العكس خد اكبر بكتير من حجمه، والنتيجه الحمد لله مش وحشه. الزمالك خسر، ولكن في وسط سيناريو الماتش والبدايه الغلط وخساره الشوط الاول 2-0 وحكم الفار اللي معروف جاي ليه، فالعوده ب2-1 مش وحشه اطلاقا، بل على العكس النتيجه احسن كتير من نتائج تانية كانت ممكن تحصل. وان شاء الله ماتش العوده على ملعبنا وسط جمهورنا وبتركيز من اللعيبه ومن المدير الفني باذن الله مش صعبه. 1-0 ناخد البطوله، فباذن الله قريبه. ومن هنا ليوم العوده كل الدعم للعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله البطوله بتاعتنا.